الشيفروليه الأوبترا، تعالوا مع بعض ناخد نبذة سريعة عن مواصفات العربية ديت. العربية بتنزل بتصميم جديد كليا. التصميم ده يشبه بشكل كبير جدا تصميم العربية الشيفروليه الماليبو، خاصة تصميم شكل العربية من الخلف، تصميم الفوانيس. العربية فيها شبه كبير جدا من تصميم العربية الماليبو، طبعا مع اختلاف حجم العربية والأبعاد. الماليبو طبعا حجمها ضخم بالنسبة للعربية ديت. طبعا العربية الشيفروليه الأوبترا تجميع محلي بنسبة 50%. العربية بتنزل بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 98 حصان، متصل بفتيس اوتوماتيك سي في تي. مساحة الشنطة الخلفية العربية ديت 475 لتر. طبعا ممكن تزود المساحة ديت مع إمكانية طي الكنبة الخلفية، ممكن توصل معاك ل 970 لتر. لو جينا بصينا على تصميم العربية من الداخل هنلاقي التصميم ده في شبه كبير جدا من تصميم التويوتا الكورولا. البروز اللي في التابلو في شبه كبير جدا من تابلو الكورولا. حتى تصميم الابواب الداخلي، يعني تصميم الرسمه بتاعت الباب برضو الداخليه برضو فيها شبه كبير جدا من تصميم العربيه تويوتا كورولا. تداخل الالوان في تصميم الكراسي والتابلو والابواب من الداخل مديها شكل جمالي ممتاز جدا. طبعا العربيه بتتميز من جوه بمساحات كويسه جدا. العربية تعتبر مساحتها مريحة في الجلوس، في نفس الوقت العربية من بره تحس ان هي عربية شكلها صغير، بس لو ركبت فيها من جوه مساحتها كويسة. وطبعا مساحة الجلوس الخلفية مريحة جدا لان مفيش نفق فتيس كبير، مساحته بسيطة جدا، فده بيدي معاك وسع وراحة للراكب الخلفي. العربية بتنزل بطارة مالتي وشاشة تاتش. العربية طبعا فيها وسائل امان في الفئتين، بتنزل بيه 2 ايرباج، نظام امان فرامل اي بي اس واي بي دي. لو جينا اتكلمنا عن مميزات الاوبترا، من اهم المميزات فيها طبعا هو صغر نفق الفتيس، لان معظم العربيات في الفئه بتاعتها نفق الفتيس ده بيبقى حجمه كبير شويه، طبعا ده بيضيق المساحه للراكب الخلفي. في العربيه دي يعتبر المساحه صغيره جدا. شفناه في التصميم العربيه الماتريكس برضو، تصميم النفق الفتيس الخلفي بتاعها يعتبر معدوم. تاني ميزة معانا في العربية ديت مساحتها الداخلية كويسة، سواء مساحات جلوس أو مساحات تخزين. العربية بتتميز بمساحتها كويسة جدا. لو جينا اتكلمنا عن عيوب العربية للأسف في الفئتين ما فيهاش فتحة سقف. في نفس الوقت في عربيات في نفس الفئة بتاعتها بيبقى موجود فيها فتحة سقف على الأقل النسخ الأعلى. تاني عيب معانا في العربية ديت الخامات والتقفيل من الداخل. الخامات من جوه خامات كلها بلاستيكية، البلاستيك حتى ناشف، مفيش حتى تطعيمات جلد ولا تطعيمات قماش. الخامات من جوه ناشفة. برضو في نفس الفئة ديت في عربيات برضو تقفلها أفضل من كده بكتير. يجي العيب اللي بعد كده، طبعا العربية ما فيهاش بصمة. العربية مفتاح عادي خالص ما فيهاش بصمة. هنقول بحكم إن هي تعتبر عربية اقتصادية فمش هندور على الرفاهيات. الرفاهيات دي هتلاقيها طبعا في فئات أعلى من كده. لو جينا اتكلمنا في الفرق بين الفئة الأولى والفئة التانية هنلاقي طبعا أول فرق معانا هنلاحظه في الجنود بتاعة العربية. الفئة الأولى بتنزل بجنط حديد وعليه تصاد بلاستيك، إنما الفئة التانية بتنزل بجنط سبور 2 لون مقاس 15 بوصة. لو جينا بصينا على الفجات الأمامية اللي في الأسفل الإكسدام في الفئة الأولى مش هنلاقيها يا دوبك متقفلة بفبر، أما بالنسبة للفئة التانية هنلاقي موجود فيها فجات أمامية. نيجي نتكلم عن سعر العربية. سعر الفئة الأولى بتنزل ب725,000، أما الفئة التانية بتنزل ب750,000. في الآخر عايزين نعرف رأيك، العربية دي فعلا تستحق السعر دوت ولا كانت تستحق إن هي تتسعر أقل من كده أو تستحق إن هي تتسعر أغلى من كده؟ وبكده يا جماعة تكون خلصت حلقتنا. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.